محترمة وعاطية لكل واحد بلاصتو. أتاي عنده رغيفة وحريشة، هذا هو المكتوب، وهذه هي الطبلة المغربية الأصيلة. ولكن شكون قلب للقلب ديما كيرضى بالمكتوب؟ في جهة أخرى من الكوزينة كانت كيكة واقفة، عالية خفيفة ومنفوخة بالهمة والشان. أتاي كيشوف فيها وقلبه كيطبخ، ماشي بالنعناع ولكن بحب مستحيل خارج على العادات والتقاليد. حريشة حست بالورود، ورغيفة تفنجت من الغيرة، حيت عرفوا بلي عقل أتاي مبقاش معاهم في الطبلة. وكيفاش الراجل من الدار الكبيرة يطمع في كيكة دابة السفري. هذا تخيل حاج بيسا الحكيم غلطان اللي كان كيشوف كلشي منهم، وقال بصوت ثقيل: يا أتاي العافية رجالة فيك غادي تفيك، كيكة لا خوارق وعمرها تكون بنت الطبلة اللي كبرتي فيها. ولكن أتاي مبغاش يسمع للهضرة، والحرارة اللي في خلاته ياخد قرار غادي يقلب الطبلة كاملة. واش غادي يضحي بأصله على قبل حب كيكة؟ تسناو الجزء الثاني.